لقب النسخة الماضية من كأس العالم. يعني أصحاب اللقب بنقدر نقول إنهم عم بيمشوا بثبات باتجاه الحفاظ على لقبهم. اليوم المنتخب الفرنسي قدم نفسه كبطل محتمل او مرشح فوق العاده لبطوله كاس العالم بعد الاداء الكبير امام المنتخب البولندي، خاصه في الشوط الثاني. المنتخب الفرنسي حتى في غياب 5 لاعبين ونجوم على راسهم كريم بنزيما لم يتاثر باي غياب. المنتخب الفرنسي حتى بغياب كانتي افضل لاعب في البطوله الماضيه ممكن المنتخب الفرنسي، او حتى بوجبا. المنتخب الفرنسي هو المنتخب الفرنسي منتخب ما عندهاش نجم معين. شفنا اوليفر جيرو تألق وكان الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، شفنا تألق مبابي اليوم. المنتخب الفرنسي لو صنفنا المرشحين لكأس العالم حنقول المنتخب الفرنسي والمنتخب البرازيل في كلاس A في المرشحين للفوز بكأس العالم. كلاس B ممكن نشوف المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي والمنتخب الارجنتيني، بس المنتخب الفرنسي مرشح فوق العاده، وبالذات في مباراه مهمه امام المنتخب البولندي. لعب شوط اول تكتيكي بامتياز، بس انحنى امام الاصرار الفرنسي الشوط الثاني. نعم، نروح للمنتخب الارجنتيني. نقدر نقول انه المنتخب الارجنتيني فاز بصعوبه بمباراته، فشو رايك فيهم وبهاي المباراه؟ المنتخب الارجنتيني منتخب غريب او منتخب غير متضح الملامح، وهذا يفكرنا بمنتخب الارجنتين في كاس العالم 2014 اللي قدم وجه شاحب في دور المجموعات، من ثم اداء تصاعدي، اداء خجول، وصرخ المباراه امام المنتخب السويسري، ايضا امام المنتخب البلجيكي، ثم ضربات الترجيح امام المنتخب الهولندي. نفس السيناريو مع المنتخب الارجنتيني، اداء متوسط الى جيد في دور المجموعات اذا استثنينا خساره امام المنتخب السعودي، خساره مفاجئه. امام المنتخب الاسترالي الغيابات ممكن اثرت، غياب انخيل دي ماريا بشكل مباشر وكان هو احد المفاتيح مع المنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني متجدد نوعا ما ببعض العناصر اللي هي اول مره تخوض بطوله مجمعه. جونيان الفاريز، طبعا انزو فرنانديز لاعب بنفيكا، ايضا لاعب ماك إليستر لاعب برايتون. الاصابات ايضا وما ادراك من اصابات اثرت في حظوظ المنتخب الارجنتيني. طبعا قبل البطوله لوسيسو ما تمكنش ان هو يلتحق بالمنتخب بعد اصابته مع فريق فيريال. والمنتخب الارجنتيني طبعا كان في انزعاج من سكالوني، ليونيل سكالوني بدايه البطوله، ان في 7 لاعبين ما كانوش بصحه بدنيه جيده. نعم. شفنا اكونيا كان عنده انزعاج عضلي، تيليا فيكو، ليوناردو باريدس، باولي ديبالا لم يتعافى 100%، كاتي روميرو. هذه كلها اثرت في حسابات المنتخب الارجنتيني. بس في نقطه مهمه جدا سميحه، ان مباراه المنتخب الارجنتيني امام المنتخب الاسترالي سبقتها مباراه بولندا، والمنتخب الارجنتيني اخذ 72 ساعه فقط من الراحه، وهذا اثر على اللاعبين. بين مباراه المنتخب الهولندي المقبله مع المنتخب الارجنتيني ستكون الجمعه المقبله، اعتقد ان 6 ايام كفيله نشوفوا الوجه الاخر للمنتخب الارجنتيني. والاهم انه هو تخلص من الضغط، كان يلعب تحت ضغط كبير بحكم انه هو شبح خروج من الدور الاول وسيناريو مونديال 2002 امام المنتخب. بس نقول لك دائما المنتخب اللي يواجه صعوبات وما يترشحش بصخب كبير ممكن نشوفوه يوصل ادوار متقدمه. وهذا ايضا يفكرنا بنسخه المنتخب الايطالي حامل لقب 2006، واجه مشاكل كبيره امام استراليا وتفوق على المنتخب الاسترالي في اخر ردهات المباراه بركله جزاء اسالت العديد من الحبر في وقت، الكثير من الحبر في وقتها. وفي نهايه المطاف المنتخب الايطالي توج بكاس العالم 2006. نعم، ننتقل بدقيقتين لو سمحت استاذ خيري. بكره البرازيل رح تواجه كوريا الجنوبيه، يمكن كمان احنا شفنا اداء مفاجئ ومميز من كوريا الجنوبيه، والبرازيل رح يرجع له نيمار في لقاء كوريا مع غيابين مؤثرين اخرين. رايك بهذا السيناريو؟ كيف رح تكون هاي المباراه؟ زي ما قلت لك سميحه في الاول، المنتخب البرازيلي يصنفنا المرشحين، منتخب برازيلي كلاس A مع المنتخب الفرنسي، منتخب مرشح فوق العاده. نيمار القوه الضاربه للمنتخب البرازيلي، اعتقد في غياب نيمار المنتخب البرازيلي يتاثر اكثر من 30%، ما نشوفوش في قوه المنتخب البرازيلي. بالنسبه للغيابات جيسوس ما يعولش عليه المدرب تيتي بشكل مباشر، نشوفه في ريتشاردسون
انه هو المهاجم الرئيسي للمنتخب البرازيلي. وطبعا المنتخب البرازيلي دكه البدلاء تزخر بالعديد من النجوم في مستوى كبير، ما اعتقدش انه حيتاثر بالغيابات هذه. بس الاهم الركائز اللي هي ما تنصابش المنتخب البرازيلي. نعم. كاسيميرو مثلا، ماركينوس، تياغو سيلفا، نيمار. الاسماء هذه لو انها غابت ممكن تاثر في حظوظ المنتخب. واكبر دليل في بطوله 2014 عندما غاب تياغو سيلفا ونيمار شفنا مجزره المانيا. بس حاليا المنتخب البرازيلي بكامل صحته بكامل تألقه، واعتقد ان المنتخب الكوري مش حيشكل خطر كبير على نعم، يعني بنتمنى نشوف تضلها مثل ما ذكرت الكلاس A تضلها موجودة وتستمر في البطولة، ونشوفهم في المراحل النهائية حتى نضلنا مستمتعين بكرة القدم. أستاذ خيري، بدي أشكر انضمامك لنا اليوم، تشرفنا فيك. شكرا لك، كل احترام. شكرا لك. إذا من ليبيا إلى قطر لنشوف شو الكلمات العربية اللي تعلمتها الجماهير الأجنبية خلال المونديال بعالطاير. كله بالمونديال. خلاص هي سميحه اعطتنا الاوكي، راح نسال واي غلط راح يكون على سميحه، اتفقنا؟